جبت العيد هذا، عرفتوا له. الساعة 6:23. المفروض الحين أرقد لأن أبي أرقد بس ما قدرت أرقد. الحين بروح أبدأ يومي الساعة 6:24 وبس. صدق والله؟ لا. طبعا الحين مثل ما قاعد تشوفون قاعد أسوي لي أكل. طبعا أنا ما أعرف أطبخ أبدا. بسم الله. بالفعل صح نسيت بشرح لكم شو بسوي. بقطع طماط وبصل، بسوي البيض. تدرون ذاك البيض برويكم صورة بتشوفونه مدري ما أعرف اسمه نسيت. تقطيع ما تقطع. هليكوبتر هليكوبتر. عيني 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 عيني. جبت العيد. 2 hours later. المشكلة في هذه إنه مو راضية قاعد تلو لأن قاعدتها صغيرة. هاي جديدة طبخت فيها مرتين بس. شوف ايش سويت. عادي شوف تحطون زيت. الحين طبعا ننتظر الزيت لين ما يصير شي حار. A few minutes later. هاي حار. خيار، بصل، طماطم، بوتيتو. الحين بحط بصل. شكله ما يطمن بس شكله بجرب. حرفيا أنا بحرق من البيت لأن الريحة شوي بتطلع من قربة الماي هذا. ما يضمون من الريحة. فيلا سويت لها بهارات بس ترى لونها حتى ينمل بالصج بس بالكاميرا ما أدري. وبشرب الحين وياي ماي بشرب الحين ويا البيض ماي لأنه لازم أشرب ماي. طبعا بشرب بعد أكثر منه يمكن مرتين في اليوم أو أكثر. قررت إن أنا أتسبح فتشوفوا لبست جهزت هذا الملابس بس والله. طبعا هاي الشامبو والبلسم نستخدمهم بس في بالي سؤال. ليش الشامبو يكتبونه بالعربي والبلسم بالإنجليزي؟ فاحنا مكتوب بلسم تحت بس ليش ما يحطونه فوق؟ خلاص لا أحس مسختها. ماذا يعيش السمك في الماء؟ ولماذا الاثنين قبل الثلاثاء؟ لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب، سؤال صعب، سؤال يرى. جاز جلي خلصت وبس تذكرت من هالرسالتين أنا ما قريت أكثر الصباح. فقبل أقراهم بسوي سكين كير ما أدري ليش وش بسوي. المهم بتشوف ايش بسوي. جايز لا بالصدق هاي السكين كير هاي اللي اقصده بس هاي لان هاي صدق يكفي ما يحتاج اسوي اكثر من واحد لان هاي يعني فهمت ايش اقصد. المهم بسوي على وجهي بعدين برد احط ماي بارد على وجهي بالثلج بس والله عجيب ويعني حلو وناسب بشرتي. عاد بشرتكم ما ادري والله. اوكي جايز الحين بسوي بس جبت العيد يلا لا رحت البرادة. اوكي شريت لي هذا عرفتوا له معروف نسيت شو اسمه والله نسيت. المهم شريت لي شي كيك ويا عصير تفاح. المهم قريت أول شي قريت أذكار الصباح بعدين حفظت قرآن يعني كم من صفحة برد أكمل في الفجر
بقعد احفظ. برقد قبل لا ارقد بسوي لها الماسك وبرد، وبعدين اتوقع ان احنا بنطلع او بروح البرادة شيء كذي اشتري له كم من شيء. انزين بروحكم على السر شنو طلبت 2 اندومي، 1 جليب، و2 شيبس فينس، و2 شيبس رياضي. حرفيا قص طلبت من كل شي 2. ما ندري انه ما باكلهم بس انه احتياط حق الوجب. اوكي قررت جايز اسوي لي اندومي. انا ما احب الاندومي اللي يكون وايد ماي، فما حطيت وايد ماي عشان شنو؟ عشان تطلع في البهارات اكثر. نسوي خير نفوت اللحظة من صبارة. شوفوا جايز شنو طلبت، بس اليوم بسوي الاخضر اللي هو الاندومي الاخضر. جايز بس كذا خلصت. جايز اللي يتذكرون سويت نفس اللقطة بالضبط بس بالفلوج الأخير، مو آخر فيديو، آخر فلوج. تذكرون بالضبط سويتها. كذي خلصت وبس باكل الحين. الحياة أقصر من أنك تعيش في مزاج سلبي مهما كانت ظروف الحياة. يعني الله سبحانه وتعالى زي ما دائما أقول ما يعطيك شيء، ما يعطيك مصيبة، ما يعطيك عرقلات، ما يعطيك مشاكل إلا وأنت قادر على تجاوزها 100%، ويعطيك كل أدوات الصبر وأدوات التخطي وأدوات كل شيء. لكن أنت فتح عينك وكن أكثر ثقة بالله، وكل ما كنت أكثر ثقة بالله كل ما كان مزاجك أعلى.